ازيكم يا شباب؟ اللي ما يعرفش بعمل كده فقرات من وقت للتاني اسمها من رسائل الصفحة، ودي مشاكل بتجيلي على الصفحة، ويبقى الناس عايزة تاخد رأيي. فانا قلت ان انا ما اجيبش اساميهم وما اجيبش تفاصيل عشان ما حدش يعرف هم مين، بس في نفس الوقت اعرض المشكلة على الناس، اخد وجهة نظرهم واقول لهم الحل من وجهة نظري ايه. مشكلتي النهارده بصراحة تفاصيلها كتيرة، فانا قريتها كذا مرة، فهنسيب الموبايل على جنب وهحكيها لكم كده بالبلدي. هو بيحكي عن شاب اتجوز بنت، وهم اصلا مستواهم المادي كويس جدا، يعني ما عندوش مشاكل. هي طبعا قاعده بقالها متجوزه تقريبا بقالها سنتين. جت قالت له انا عايزه اشتغل، انا كل صحباتي بتشتغل وانت بتسيبني عشان انت في الشغل، والكلام الظريف ده. مع ان هو شغله مش كتير، يعني هو مثلا لا يتعدى شغله ال 8-10 ساعات، وبعد كده بيروح البيت في عربيته، بيقعد المفروض بقى مراته تستناه ويعملوا الاكتيفيشن المفروض بتتعمل كده مع اي اتنين متجوزين. بس هو يعني ده عايز الفت نظركم ان هو يعني مش شغال عبد بال 16 ساعه، لا، ده شغله مستقر جدا وانسان كويس جدا ومن الطبقه المخمليه والزوجين مش محتاجين حاجه خالص. بس قالت له يعني عايز اشتغل علشان احس بذاتي وبكياني واتسلى بقى في الشغل. قال لها ماشي. فاشتغلت في مكتب هندسي كده كبير، وقت للتاني كده مع ضغوط الشغل. طبعا المكتب الهندسي ده بياخد شغل مقاولات كبير، وصاحب الشركة ما شاء الله بيحقق في ذاته، وهي الست اللي بتشتغل دي اللي هي سابت بيتها عشان تشتغل علشان الوقت الفراغ وكده، فبتساعده ان هو يحقق ذاته. والزوج حس من وقت للتاني ان بدأ في اهمال، تمام، وهي مضغوطة طبعا علشان الشغل كتير، علشان صاحب الشركة يحقق ذاته، وهي طبعا من المجموعة علشان كلهم يحققوا ذاتهم. وفجأة كده هم قاعدين زوج وزوجة بيتفرجوا على التلفزيون ويأكلون بعض المقرمشات، لها تليفون، فراحت طبعا اتخضت من التليفون. ايه ده هو ليه بيكلمني دلوقتي؟ صاحب الشركة، صاحب الشغل، صاحب المكتب، ليه بيكلمني دلوقتي؟ فردت وحاطه التليفون على ودنها وهي قلقانه. فطبعا جوزها سمع زعيق، في واحد بيزعق لمراته والشغل وازاي ما يخلص ومش عارف ايه وتهزيق. وهي يا فندم حاضر، يا فندم يا فندم، بجد انا ما الوقت يا فندم، حاضر والله نسيت، معلش ام سو سوري، والكلام المايع ده. طبعا قفلت معاه، قالت له بص انا مضطر ان انام دلوقتي علشان اصحى الصبح فايقه، انا مش فايقه خالص علشان الشغل ومش الشغل وبتاع، وقفلت. فهو الراجل يعني قعد كده مع نفسه يقول يعني هو في ايه؟ هي الايه اتقلبت؟ يعني ده انت مقصره في حقي ومش بتعملي لي الاكل اللي انا بحبه وعلى طول مشغوله، وكل ما اقول لك ما بتعمليش ليه تقولي لي الشغل، ويوم ما صاحب الشغل يكلمك تقفي له انتباه وتحت امرك وسيادتك وعينيا الاتنين وحالا يا فندم. شاب بيكلمني مخنوق ليه؟ لان حاسس ان مش هو الراجل. ما تكملش يا ابني، تعال اقول لك في ايه. الست يا حبيب قلبي بشكل عام، الست السوية بتاخد اوامرها من راجل واحد بس. يعني ايه؟ يعني قبل انت يا حبيبي ما تخش في حياتها كانت بتاخد اوامرها من ابوها، هي خاضعه لابوها، بتنزل بتستأذن ابوها، بتروح بتيجي، عايزه حاجه ابوها، هو ابوها. لما انت جيت واتجوزتها اتنقلت الوصايه من ابوها والاوامر والاذن والحاجات دي كلها لمين؟ لجوزها. حلو كده، انت كده فهمت. طيب لما جت اشتغلت بقى، ركز بقى معايا في الحته دي كويس قوي. هو انت دلوقتي بتسمح لها كل يوم تنزل الشغل ولا لا؟ هتقولي لا، هي بتصحى من النوم خلاص، منطقي انها بتنزل ومنطقي انها بترجع. ولو في يوم ما راحتش الشغل انت بتصحى تلاقي في البيت ايه ده يا حبيبتي انت مش نازله النهارده؟ تقول لك لا يا حبيبي انا هاخد اجازه. بكل ده بعلم مين؟ بعلم المدير. وما تمشيش الا لما تقول له، وما تغيبش من الشغل لما تقول له، ولازم لما تيجي يعرف انها جت، ولو مشيت يعرف انها مشيت، تنفذ له كل اوامره بدون ما تتكلم. فبقى مين الراجل بتاعها او الراجل اللي في حياتها؟ هو المدير مش انت حبيبي.
انت ما ينفعش تاخد مراتك 3-4 ايام وتروحوا تقضوا كام يوم مثلا في اي حته الا لما هي تستأذن مديرها الاول. ولو قال لها روحي مع جوزك هتروح، ولو قال لها لا في شغل ممنوع مش هتروح. فاهم؟ لو قلت لها فين الاكل، او لو قلت لها اللي انا قلته ما اتعملش ليه، هتقول لك انا مخنوق، انا متضايقه، اصل انا عندي مشاكل في الشغل، اصل انت مش عارف ايه، اصل ايه، وممكن تعمل معاك خناقه وتجلون. انما المدير بتاعها لو قال لها ده ما اتعملش ليه، مش هتقدر تقول له اصل انا عندي مشاكل في البيت، هيقول لها روحي اقعدي في البيت. فكلامه واوامره بيمشوا عليك قبل ما يمشوا عليها، فبالتالي ما بقيتش انت الراجل بتاعها، انت مالكش لازمه. هي خلاص بدل ما كانت بتاخد منك انت الاوامر او بتستأذنك او بتستشيرك، ده في شخص تاني هو اللي ماسك القياده وهي بتسمع كلامه. طب الحل ايه؟ الحل انها تسيب شغلها فورا دلوقتي، مش قبل الشهر. عشان اول حاجه اللي قاعد على مكتبه ده يعرف ان في سلطه اكبر من سلطته. هتقول لك معلش اصل انا لازم اسيب فرصه، اصل انا ما اعرفش ايه على مرتب الشهر. اللي عرفته ان انتوا مش محتاجين، يعني صباح الفل، يعني عادي بتاخد في الشهر كام؟ يعني 20-30 الف جنيه في ده، يعني بالنسبه للعيشه اللي انت حكيتها لي ولا حاجه. هتقول لك لا اصل ده في بروجكت، في مشروع مهم جدا الشركه ماسكاه وانا مسؤوله. هقول لك قول لها مفيش مشروع اهم من اسرتنا يا حبيبتي. احنا لحد دلوقتي ما جبناش اولاد لان حضرتك مش فاضيه، فانا عايز اكمل مشروعي الاول. مشروعي في زوجه قاعده في بيتها، خصوصا انها مش محتاجه فلوس، فمش هتنزل تشتغل. تنزل تشتغل ليه؟ لا اقعدي، ولو عايزه تشتغلي يا حبيبتي اشتغلي في مكان يكون فيه كله سيدات، علشان ما يطلعش راجل ياخد سلطتي. تسمع كلامه قبل ما تسمعي مني كلامي، ولا انت تقفي جنب واحد غريب عشان يحقق ذاته وكيانه ومشروعه ينجح، وانتي مشروع جوزك واللي انتي جزء كبير منه يفشل. انت كده بتحبي الشركة اكتر ما بتحبي جوزك وبيتك. طب ولو رفضت طلقها فورا واحمد ربنا ان مفيش اولاد وباي باي ومع السلامة، وخليها بقى تتجوز مدير الشركة. مع ان على فكرة واحد زي ده عمره في يوم من الايام ما هيبصلها. ليك راجل بقى شوية بقى، هي مش شايفاك، هي في الوقت الحالي مش شايفاك راجل يا بني ادم، انت بالنسبه لها مش راجل. وما خفي كان اعظم، واحنا ملناش دعوه. بس انا شايف ان الموضوع كده مش ماشي مظبوط، ممكن يبقى فيه تطورات. طب انا هسألك سؤال، هل اول ما اشتغلت كانت المعامله كده؟ لا. هتقول لي في حصلت تطورات، فالتطورات ملهاش سقف. مع الوقت كل حاجه ممكن تختلف. دلوقتي اكتبوا لنا في الكومنتات بشكل عام، هل انا وجهه نظري صح؟ انا ممكن يكون وجهه نظري خبط لزق كده الدنيا بوم عندي، انا بالنسبه لي كده. فهل انا صح ولا انا غلط، ولا نعمل ايه في القصه دي؟ برضو الامر شورى بينكم. وهو على فكره هيشوف الكومنتات بتاعتكم كلها وساعتها بقى يحدد بقى يعمل ايه. يلا السلام عليكم.